وهناك بيتأكد إنه ما كانش بيحلم، وإن فعلا كان بيبدل جسمه مع ميتسوها ولكن مش في نفس الزمن، وإن هو كان بيرجع بالزمن 3 سنين وهي كانت بتطلع 3 سنين قدام. وبعدها بيخش تاكي في كهف وهو ماشي بيقع وبيفقد الوعي، وبيشوف وقتها كل ذكريات ميتسوها نفسها زي ذكرياتها مع جدتها واختها وباباها ومامتها، وبيشوف ذكريات تبادلهم لاجسام بعض، وبيشوف كمان للنيزك لما ضرب القريه. وفجاه بيفوق تاكي وبيبقى في جسم ميتسوها، وبيروح تاكي لجدتها بيقول لها على اللي هيحصل، ان في نيزك هيجي يضرب القريه وهيموت كل اللي فيها، وعشان كده لازم نقول للقريه كلها عشان تمشي منها. ووقتها جدتها بتستغرب من كلامها وبتتاكد ان حصل في مخها حاجه، وبيروح تاكي لاصحاب ميتسوها وبيقول لهم على الكارثه اللي هتحصل وان لازم نعمل خطه عشان نلحق الناس. وبتبدأ الخطة بصاحب ميتسوها اللي قرر يقطع الكهرباء باستخدام المتفجرات، وإن صاحبتها هتنشر الخبر، وإن تاكي يروح لأبو ميتسوها اللي بيكون عمدة القرية ويقنعه إن ينشر خبر النيزك، ولكن أبوها مش بيقتنع وبيتعصب عليه تاكي. وتاكي بيفقد الأمل لأن الخطة ما نجحتش، وبيقول لنفسه إن لو كانت ميتسوها مكانه كانت عرفت تقنع الناس. وفكر بسرعة إن طالما هو أخد جسم ميتسوها يبقى هي كمان في جسمه، وراح عند الجبل عشان يلاقي ميتسوها اللي في جسمه هناك. وفعلا ميتسوها لما بتتبدل وتبقى في جسم تاكي وبتصحى بتروح على الجبل، وبتصدم لما بتلاقي ان قريتها اختفت وفي اثار لتدمير وما بقاش فيها اي حد، وبتبقى مش عارفه ايه اللي حصل. وعلى الجانب التاني تاكي بيكون بيفتكر ذكريات ميتسوها اللي من 3 سنوات لما راحت عشان تقابله، بس تاكي ما بيكونش عارفها، وهي خارجه من باب القطر بيسالها على اسمها لكنه مش بيلحق يسمعها، وبتديله ميتسوها رباط وبيبقى تاكي لابسه في ايده 3 سنوات. وبنرجع تاني وهو مكمل طريقه للجبل، ولما بيوصل للجبل بيفضل ينادي على ميتسوها وهي بتبقى في المستقبل وسامعاه ولكن مش شايفاه، وبيفضلوا يجروا حوالين بعض لحد ما بيحسوا انهم قريبين من بعض، وكل واحد بيبقى سامع التاني ولكن مش شايفه. وفجأة الشمس بتغرب، والوقت ده بيبقى بيحصل فيه ظواهر غريبة، ووقتها بتحصل مفاجأة وهي انهم بيقدروا يشوفوا بعض، وبيكون كل واحد فيهم بيرجع لجسمه وهما قدام بعض، واخيرا بيشوفوا بعض وبيتقابلوا